الكيكة اللي ريحتها بتقلب الدنيا وتخلي كل البيت مبسوط، كيكة البرتقال. اعملوها في البيت بأنجح وألذ طريقة، بسيطة جدا وسهلة. هنعملها بحجم عائلي، ومن خلال الفيديو هشرح معاكم بالتفصيل ازاي نعمل كيك هش مرتفع كمان لونه فاتح، ونتجنب كل المشاكل اللي ممكن تصادفنا في عمل الكيك، خصوصا لو انتم لسه مبتدئين. حبيت نعملها من غير اي ادوات معقدة، يعني هنعملها في خلاط البيت العادي جدا، وكمان هنقدم معاها صوص برتقال لذيذ جدا للي بيحبوا كده برتقال اوفر دوز. ترتيب الخطوات مهم قوي. اول حاجة بعملها اني بغلف القالب اللي هشتغل بيه بالمادة الدهنية بقى، سواء زبدة او زيت، وعلى فكرة ممكن برضو بالطحينة عادي جدا، ده شغال يعني بيدي لون حلو قوي. المهم ان المقاس اللي انا مستعملاه مقاس 22، او صينية تكون كبيرة كده مستطيلة زي اللي بنعمل فيها المكرونة بالبشاميل. انا هعمل مقدار كبير عائلي كده زي ما قلتلكوا، بس برضو هكتب لكم في صندوق الوصف يعني لو حابين تعملوا مقدار اصغر. هغلف القالب كويس قوي بالدقيق وانفضه كويس علشان يبقى مفيش كلاكيع تبقى باينة على وش الكيكة. في المرحلة دي كمان بنشغل الفرن بتاعنا على 175 درجة مئوية، ولو فرننا فيه مروحة خلوها على 160، يعني درجة حرارة متوسطة. أنا عايزة الفرن يكون حرارته مظبوطة على بال ما أجهز الكيك ندخله في الفرن على طول. خلينا كده نتفق على قواعد للكيك الناجح، إن كل المكونات تكون بحرارة الغرفة. هحتاج ل4 بيضات حجم كبير، لو البيض بتاعكم صغير يبقى 5، وكمان معايا 1.5 كوباية من السكر الأبيض. بفضل اني استعمل السكر اللي حبيباته ناعمة، ده مش سكر بودرة بس هو حبيباته ناعمة، اسمه كاستر شوجر. هنحتاج كمان لمعلقة كبيرة كده من معالق الأكل تكون مليانة بيكنج باودر، لو بالمعالق المعيارية يبقى معلقة كبيرة زائد نص معلقة صغيرة، وكمان معايا نص معلقة صغيرة ممسوحة من البيكنج صودا أو الكربوناتو، نص معلقة صغيرة من الملح، ومعلقة كبيرة من الخل بيضيع زفارة البيض وكمان بيدي هشاشة للكيك. كمان معايا 3 معالق كبيرة من اللبن البودرة، ودي اختياري يعني ممكن تستغنوا عنها. كوباية من الزيت النباتي، ما يكونش ليه طعم قوي عشان ما يغيرش طعم الكيك، يعني زيت ذرة، عباد شمس أو الكانولا. للناس اللي بتحب طعم الزبدة ممكن نستعمل ربع كوباية من الزبدة المذابة، ونكمل بقية الكوباية بالزيت. ما تكتروش الزبدة عن كده، لأن الزبدة لما بتكتر بتخلي كيك مكتوم شوية، الزيت هو اللي بيدي هشاشة. 370 جرام من الدقيق، يعني تقريبا 3 أكواب معيارية. لو مش هتستخدموا الميزان لازم نحرك الدقيق كده قبل ما نعايره. يفضل ان احنا نستخدم دقيق مخصوص للكيك. اذا مش متوفر بنعمل البديل اللي هو عبارة عن ايه، كل كوباية دقيق نحط معلقة كبيرة كده مليانة الاول من النشا، وبعد كده بنكمل العيار بتاعنا من دقيق جميع الاغراض. بنملى الكوباية للاخر خالص لحد لما تبقى عاملة كده زي هرم من فوق، ونجيب السكينة ونساوي سطحها. دي اكتر طريقة تدينا عيار مظبوط للدقيق. بدل ما استخدم النشا استخدمت بودرة الكاسترد عشان بتدي كده لون حلو لكيكة البرتقال. بننخل الدقيق علشان ندخل شوية هوا حلوين للكيك يخلوه هش وجميل، وكمان لو في اي كلاكيع. بضيف كمان اللبن البودرة، البيكنج باودر، والبيكنج صودا. في سؤال بيتكرر كتير، ليه الكيك بتاعنا ممكن يبقى غامق من جوه؟ وفي اجابات شائعة ان الموضوع ده ليه علاقة بنوع البيكنج باودر او نوع الدقيق. في الحقيقة لما دورت ملقتش فيه يعني رابط حقيقي او سبب علمي، لكن في اخر الفيديو ان شاء الله هتكلم عن الاسباب اللي ممكن تخلي الكيك يغمق من جوه. هاتوا بقى انعم مبشرة عندكم، ويا سلام لو عندكم المايكرو بليد او الزاستر دي اللي بتطلع البشر بشكل ناعم جدا ما يبانش في الكيك. حاولوا كده تاخدوا الطبقة اللي فوق اللي لونها برتقاني دي، وتبعدوا عن اللب الابيض ده لانه بيبقى مر. حلو اللب ده، حاسه ان انا عميقة. هحتاج تقريبا معلقة كبيرة من بشر البرتقان، كوباية أو 240 ملي من عصير البرتقال. أكيد طبعا أحلى حاجة وأحلى طعم بيبقى من العصير الطازة. جيبوا كده كام برتقانة حلوين بالعصارة شغال، بس تصوروا المعلقة دي كانت بتطلع عصير أحسن منها. بعد كده بنصفي العصير علشان ما يبقاش فيه أي قطع من البرتقان، أو تستعملوا العصير الجاهز بس يكون ناعم برضو، أو نجيب التانج وندوبه في مية. يعني اهو مش مخلياكم عندكم حجة هتعملوا كلكم كيك برتقان. في الخلاط ضفت البيض وعليه الخل والملح الأول، وهناخدهم نضربهم على سرعة متوسطة، يدوب بس كده البيض يبدأ يعمل رغاوي.
بعد كده هضيف كل مقدار السكر ونضرب بقى على سرعة عالية تقريبا يعني 3 دقايق لحد لما تلاقوا خليط البيض والسكر كده هاش وبقى لونه فاتح. يعني حاولوا ان انتوا تهتموا بالخطوة دي لان ده اللي بيدخل هوا في الكيك. أول ما نوصل للمرحلة دي لونه فتح خالص كده هننزل بقى الزيت بالتدريج كده شوية شوية، والخلاط طبعا شغال بس على سرعة هادية. وانتوا بتضيفوا الزيت بالتدريج كده هتلاحظوا ان الخليط بدأ يتقل وصوت الخلاط بدأ يتغير. في الآخر خالص هضيف بقى الحاجات اللي بتدي ريحة حلوة للكيك، بشر البرتقال ومعلقة صغيرة من الفانيليا وكمان نص معلقة صغيرة من روح البرتقال أو يعني طعم البرتقال. أنا كمان زودت يعني معلقة صغيرة من الحبهان، حسيت إن هي ممكن يبقى طعمها حلو مع البرتقال، وفعلا طلعت طعمها حلو. مش هنضرب كتير بعد كده، بمجرد بس ما المنكهات دي تختلط مع المكونات هناخد الخليط بتاعنا ونصبه في بولة كبيرة. حاولوا بقى بسباتيولا كده تنزلوا كل حاجة موجودة في الخلاط، ما تسيبوش ولا فتفوتة. في الآخر بقى بنضيف الدقيق مع العصير الاتنين بالتبادل مع بعض. عصير البرتقال في حرارة المطبخ، لكن لو الجو برد بندفيه شوية بيدينا نتيجة أحسن. هاخد شوية من دقيق يعني تقريبا تلت المقدار نقلبه، وبعدين شوية من العصير، وأول ما يختفوا خالص نبدأ نضيف التلت التاني من الدقيق وبعدين العصير، وهكذا لحد لما نخلص كل المقدار. ببدأ بالدقيق وبنتهي بعصير البرتقال. بالطريقة دي هتبقى عجينة الكيك ناعمة من غير أي كتل، وفي نفس الوقت مش هنقلب كتير. طيب ايه اللي ناخد بالنا منه علشان الكيك بتاعنا يبقى لونه فاتح كده وجميل من جوه؟ أول حاجة اختاروا نوع السكر يبقى لونه فاتح كده وناصع البياض، علشان لو السكر غامق بيغمق الكيك برضو. تاني حاجة نلتزم بدرجة حرارة الفرن ومدة التسوية، لو حرارة الفرن عالية بيبدأ الكيك يحمر من بره، والتفاعل ده برضو بيستمر لحد جوه الكيك فيبقى غامق من بره ومن جوه كمان. عموما جودة المكونات كمان اللي بنستعملها في الكيك بتفرق جدا في النتيجة النهائية، فنحاول ان احنا نستعمل نوع بيكنج باودر يكون كويس علشان الكيك يرفع مظبوط ويبقى لونه فاتح وهش. مش هنقلب كتير، يدوب بس القوام يبقى مظبوط بالشكل ده، مفيهوش اي كتل، ناعم وقوامه متوسط، لا هو خفيف ولا تقيل قوي. لو الخليط بتاعنا خفيف قوي معنى كده انه ناقص دقيق، ولو تقيل يبقى احنا زودناه. مهم جدا جدا ان مقاس القالب يكون مظبوط، يعني بنملى القالب للتلتين وبيكون فيه تلت لسه اخير، لان الكيك بتكبر وبتنفش كده فتاخد راحتها في التسوية. انا عملت مقدارين، واحد كان في القالب ده والتاني كان في صينية مستطيلة. بعد ما بنصب الخليط بنضرب الصينية على البنش كم مرة، وبنجيب أي خلة خشب بقى ونحركها كده بالشكل ده علشان نخرج كل الهواء الزيادة، وتبقى مسامات الكيك كلها قد بعض كده ومظبوطة. لو عندنا ورق فويل بنجيب ورقتين كده نتنيهم ونغلف بيهم الصينية، يبقى كأننا بنزود من سمك الصينية بتاعتنا، فالحواف بتاعت الكيك يطلع لونها فاتح ومتنشفش من الفرن، والتسوية من النص تبقى مظبوطة، فالكيك كده تبقى طالعة بيرفكت. الفرن دلوقتي ساخن كويس، هحط الكيك في الرف اللي في النص وبتقعد تقريبا من 40 ل 50 دقيقة. ما تفتحوش على الكيك قبل 40 دقيقة. عموما لما بتبدأ تستوي كده بتبدأ ريحتها تبان، بتقول لكم أنا خلاص استويت. المهم بناخد الكيك نحط فيها خلة في النص كده، لو طلعت نضيفة يبقى الكيك مستوي تمام، لو عليها لسه فتافيت من الكيك بندخلها حوالي 5 أو 10 دقايق زيادة. بسيب الكيك جوه القالب تبدأ تهدى كده وتبرد شوية، يعني قد 5 أو 10 دقايق، وبعدين نقلبها. هنسيب الكيك يبرد براحته. تعالوا نعمل صوص البرتقال. ممكن تعتبروها كده مهلبية برتقال خفيفة، يعني كوباية من عصير البرتقال وهزود عليها معلقة كبيرة من النشا ونقلبهم على البارد. وعلشان أنا لقيت كده إن لون العصير أصفر بزيادة حطيت نقطة صغيرة كده من اللون الأحمر علشان تدي كده لون برتقاني حلو. زودت معلقتين كبار من السكر أو على حسب انتوا حابينه مسكر قد ايه، ونقلب بقى على النار لحد لما القوام يتقل يبقى زي المهلبية كده. في الآخر بنزود معلقة صغيرة من بشر البرتقال، أنا ضفت هنا نقطتين كده من طعم البرتقال، ومعلقة كبيرة من الزبدة، ونقلبهم لحد لما الزبدة تدوب خالص ونسيبه يبرد. الصوص بيبقى خفيف شوية بس بيتقل لما يبرد، لو بعد ما برد حسيتوه تقيل قوي زيادة عن اللزوم بنخففه بمعلقتين ولا حاجة من عصير البرتقال لحد لما ناخد القوام اللي احنا نحبه. ممكن كمان تعملوا نفس الصوصات اللي احنا عملناها في الفيديو بتاع السينابون، بس بتزودوا بشر برتقال. في الآخر بقى كده كام ملحوظة، أنا عارفة إن ملاحظي كتير بس يعني بتفرق والله يعني أنا قلبي عليكم. من الحاجات اللي بتفرق معاكم قوي
لو جبتوا ترمومتر مخصوص للفرن صغير كده وسعره بسيط مش هيكلفكوا حاجة، بس بيفرق قوي في كل مرة بتخبزوا فيها، لأن مهما ظبطنا درجة الحرارة من بره مع الوقت درجة الحرارة في الفرن بتتغير وبتزيد. يا ريت يا ريت لو نغير ثقافتنا شوية ونجيب ميزان، أو على الأقل خالص يبقى فيه أكواب معيارية. بعد ما الكيك يبرد خالص لازم نحطه في علبة محكمة الغلق مقفولة كويس علشان ما ينشفش مننا. أظن دي كل الحاجة ممكن تتقال في عمل الكيك علشان يبقى ناجح ومظبوط من غير أي مشاكل. أتمنى إن الفيديو يكون عجبكم. لو وصلتوا لآخر الفيديو شكرا، أشوفكم على خير، سلام عليكم.